السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناة ماكلة الدارويد عزيزة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال يا ربي. فإن شاء الله اليوم غادي نقدم معكم هذا الغريبة هاد رافاييلو، كتجي رائعة في المذاق وحتى في الشكل، كتجي هائلة هائلة، نتمنى تجربوها. فما تنسوناش بلايك للفيديو، فضلا ويساء امر الناس اللي كيشاهدونا اول مره، ما تنسوناش بالاشتراك والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد. فما نطولش عليكم، ندوزو للمقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. عندي 125 غرام ديال الزبده من اصل حيواني، نصف كاس من الزيت نباتيه اولا 80 مليلتر، كاس ديال السكر كلاصي، واحد ساشي ديال فاني، بيضه وحده، 120 غرام من نشا الذره، و350 غرام من دقيق يكون نوعيه جيده. ففي واحد الاناء غادي نوضع الزبده، الفاني والسكر كلاصي والقليل من الملح. غادي نخلط هاد المكونات مزيان مزيان. فكنعتذر هنايا ضاع لي المقطع. المهم كنخلط ديك الزبده مع السكر كلاصي والفاني والقليل من الملح، كنخلطهم مزيان مزيان، ومن بعد كنضيف الزيت وكنزيد نخلط. يعني ضروري هنايا في هذه المرحله كنخلط هذه المكونات مزيان مزيان. من بعد غادي نضيف البيضه اللي عندي، بيضه كامله غادي نضيفها كامله، وغادي نزيد نخلط الكل جيدا. من بعد ما غادي نخلط هنايا فغادي نبدا نضيف في نشا الذره، يعني 120 غرام، وغادي نخلط جيدا. ومن بعد غادي نبدا نضيف الدقيق بشوي بشوي. فهنايا هزت ليا بالنسبه للدقيق 350 غرام، يعني ما زدت ما نقصت. صافي كنخلطها هنايا غير بشوي بشوي، يعني هكا كنجمع بالاصابع ديالي، يعني ما كنعجنها ما كندلكها ما حتى شي حاجه، فقط كنجمعها بهذا الشكل هذا. فالعجينه ديال هاد الغريبه هذه كتكون يعني ما كتكونش قاصحه وما كتكونش مرخوفه بزاف. كنوضع العجين فوق سطح العمل وكنجمع يدي. صافي هنايا العجين كيف كتشوفوا معايا كتكون رطبه، كنديرها كويره هكا، كنجربها بين يديا الا تكورات ليا مزيان. صافي راه هنايا كتكون العجين عندي ناجحه. كنديرها في بابي سولفيغيزي وكنوضعها في الثلاجه لمده ساعه تقريبا، يعني من نصف ساعه حتى ساعه. فمن بعد كنخرجها من الثلاجه وكنديرها كويرات على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا معايا. بالنسبه للحجم فممكن ديروها من 10 حتى ل 14 غرام على حسب الحجم اللي عندكم والحبه ديال اللوز. يعني كاينه الحبه اللوز اللي كتكون كبيره. بالنسبه للوز فخديتو ممكن تدهنوه بالزيت وتدخلوه الفرن، اولا ممكن تقليوه عادي في الزيت بارده. صافي كنوضع الكويره عندي في الوسط ديالها، كنوضع حبه ديال اللوز وكنديرها كويره، كنقادها وكنحطها، ومن بعد كنستفها في اللاطه اللي كتكون مفرشه بالبابي كويسون. ضروري كتفرشوا الورق في اللاطه. بعد ما كملت العجين كامله درتها كويرات على هذا الشكل هذا وحشيتها باللوز. فهنايا بالنسبه للفرن فكنشعلو على 180 درجه من الفوق لتحت، يعني ضروري كتشعلوا الفوق لتحت على 180 درجه، يكون سخون من قبل. فكندخلوها ما كنطيبوهاش بزاف، يعني كتبقى على هذا الشكل هذا، يعني كتبقى الحلوه بيضه، يعني ما كتحمروهاش، يعني الا حمرتوها فكتقصح لكم من بعد. كناخذوا الشوكولاط ابيض اي نوع، المهم يكون الشوكولاط ابيض، كندوبوه في حمام مريم. كناخذ الكوك نوعيه جيده من الاحسن. وهنا كنبدا ناخذ في الحلوى عندي وكنوضعها في الشوكولاط الابيض كيف كتشوفوا معايا. فضروري كتخليو الحلوى هكا، يعني ما كطيبوهاش بزاف. كنوضعها في الشوكولاط الابيض، ومن بعد كنحاول نحيد الزوائد ديال الشوكولا اللي بقى لي في الحلوى، وكنوضعها في الكوك على هذا الشكل هذا. فكنكمل الحليوات عندي بنفس الطريقه، كنوضعهم في الشوكولاط الابيض ومن بعد في الكوك. فكيجيو رائعين صدقوني. هاد الحليوه ديال رافاييلو كتجي غزاله غزاله بزاف، وحتى المذاق كتجي هائله. فكنتمنى تجربوها وتبقى معتمده عندكم. فانا ديما كنحضرها في اي مناسبه، فكتكون عندي واجده هاد الحليوه وهاد الغريبه ديال رافاييلو. يعني من كثرة ما كتجي زوينه في المذاق فصراحه كتجي هائله هائله، نتمنى تجربوها. فخليكم معايا للاخير وان شاء الله نرجع معكم. فهنا بعد ما كملت كميه كامله فكناخذ هاد الكويغطات ديال الحلوى وكنوضعها فيهم. ممكن ديروا اي لون. صافي كنوضعهم على هاد الشكل هذا. وهنا كتكون عندي الحلوى ديالي يعني واجده. فكتجي غزاله هاد الغريبه، كتجي زوينه بزاف بزاف. فغنفتح معكم انا وحيده كيف كتشوفوا معايا. ملي كتحلوها كتبان ديك اللوزه، يعني كتجي الوسط، كتجي زوينه بزاف، كتجي هشيشه وكتذوب في الفم، فكتجي رائعه رائعه والمذاق هائل. فان شاء الله تجربوها وتردوا عليا في التعاليق. ووصلنا لنهايه الحلقه، كنتمنى ان شاء الله نكون خفيفه ظريفه عليكم وتعجبكم حلقه اليوم.
فخليوا لي لايك للفيديو فضلا وليس امرا. الناس جداد اللي كيشاهدوا القناه اول مره ما تنسوناش بالاشتراك والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد. فشكرا على المتابعه، نلتقي ان شاء الله في فيديو قادم بحول الله تعالى. الى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.